بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. عملنا مع بعض قبل كده بلح الشام بالبيض، وكانت النتيجة والوصفة ناجحة جدا وجميلة. وبلح الشام كان دايب معانا وجميل، وعملناه بمكونات بسيطة جدا ومستوي من جوه ومقرمش من بره. والشكل اللي معايا هنا بيرجع للقمع اللي عملت بيه بلح الشام. شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه. هسيب لك رابط الوصفة دي في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو في الوصف أسفل الفيديو. النهاردة هنعمل بلح الشام ومن غير بيض وبمكونات بسيطة جدا. لو عملتيه مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي. طريقة بلح الشام من غير بيض طريقة جميلة جدا، ووصفة ناجحة بإذن الله. ولو عملتي بلح الشام من غير بيض مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي. هنبتدي بالشربات. معايا كوبايتين من المية، وبضيف عليهم كوبايتين من السكر. انا عايزة الشربات يكون تقيل وبارد. بسيبهم يغلوا شوية، وبضيف ربع معلقة صغيرة او على طرف المعلقة ملح ليمون. لو مفيش ملح ليمون ممكن تضيفي نص عصرة ليمونة، وبسيبهم يغلوا. وبضيف كيس من الفانيليا، وخلاص كده الشربات بيكون جاهز معانا. معايا كوبايتين من الدقيق، بضيف عليهم معلقة من السكر ومعلقة من النشا، مش بنكتر النشا عن كده. ومعايا كمان كيس من الفانيليا، وبقلب كل المكونات مع بعضها. وهنا بضيف ذرة من الملح على 3 كوبايات من المية، ومعلقة من الزيت، ومعلقة من السمنة. والكوباية اللي بعاير بيها الدقيق نفس الكوباية اللي بعاير بيها المية. أول ما المية تبتدي تغلي بضيف الدقيق دفعة واحدة. خلاص المية غلت معانا، بنزل بالدقيق كله مرة واحدة، وبقلب باستمرار لحد ما المكونات اللي معايا او الدقيق اللي معايا يختلط بالمية كويس جدا. هتلاحظي في الاول ان نسبة المية كتيرة، مع التقليب كله بيختلط مع بعض والعجينة معاكي بتكون جميلة جدا. بقلب كده بمعلقة تستحمل الحرارة معايا والتقليب، وبقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها. والدقيق يتشرب كل المية اللي معايا، ولحد ما احس ان العجينة كلها بقت كتلة واحدة ومش بتلزق في الحلة. كده تكون العجينة جهزت معانا بالشكل ده. خلاص كده العجينة جهزت معانا واتكورت وبقت كتلة واحدة ومش بتلزق في الحلة. خلاص كده عجينة بلح الشام جهزت معانا. بسيبها تبرد شوية. بمجرد ما ايدي تستحملها بعجنها تاني كويس جدا. بعجن في العجينة كويس جدا علشان تكون سهلة وجميلة في التشكيل. العجينة اللي معايا طرية وجميلة جدا ومش بتلزق خالص.
بجيب قمع بلح الشام وبشكل الطول المناسب والحجم المناسب، وبشكل العجينة كلها وبعدين بنقليها في الزيت. شايفين العجينة اللي معايا ما شاء الله جميلة ومش بتتقطع معانا ولا بتتفرول، وده دليل على نجاح عجينة بلح الشام. بقطع الكمية كلها بالطول والحجم المناسب، وبنظبط اي حاجة كده لو مش مظبوطة معانا بنظبطها. وبعد ما بخلص الكمية اللي معايا بننزل بيها في زيت سخن. شايفين شكل بلح الشام والعجينة، المقادير اللي معايا مظبوطة جدا. طبعا بلح الشام اللي معانا بيختلف عن بلح الشام اللي حطينا فيه بيض. هنا بننزل بيه في زيت سخن، على عكس بلح الشام اللي بالبيض بيكون حساس جدا، فبننزل بيه في زيت يكون بارد وبعدين بنقليه على نار متوسطة. لكن بلح الشام اللي معانا هنا لازم الزيت يكون سخن. ولما يتشمع وياخد لون خفيف ببتدي اقلب فيه علشان ياخد كله لون واحد، على عكس بلح الشام اللي بالبيض بيكون حساس جدا من النار ومن الحرارة الشديدة. حتى لو الزيت سخن معانا في البلح اللي بالبلح الشام اللي بالبيض بنطفي النار خالص لحد ما الزيت يهدى وبعدين بننزل بالكمية التانية. لكن بلح الشام اللي معانا هنا لازم الزيت يكون سخن. هو ده الفرق اللي بين بلح الشام اللي بالبيض واللي من غير بيض. بقلب كده كله باستمرار لحد ما ياخد لون واحد وياخد لون ذهبي. هنا خلاص ابتدى ياخد لون معانا، بقلب فيه باستمرار علشان يكون كله واخد لون واحد. وبعد ما بياخد اللون الذهبي بنزل بيه في الشربات بتاعه، بسيبه شوية وبقلبه لحد ما يشرب الشربات بتاعه، ودي بتكون النتيجة. جميل جدا وسهل، مش هتبطلي تعمليه، بيكون مقرمش من بره ومستوي وجميل من جوه، والمكونات بتاعته بسيطة جدا ومش بياخد اي وقت خالص. وده كان فيديو النهاردة ووصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتشوفوا فيديوهاتنا ووصفاتنا الموجودة على القناة، وفي حفظ الله ورعايته.